ميت أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. هنالك قول في الصداقة، في الأنانية، في التسامح، يقول: الأنانية تعيش على الأخذ والنسيان، والمحبة تعيش على العطاء والتسامح. يعني هذا تقريبا عنوان هالبرنامج اللي هو المسامح كريم. بالحلقة اللي راح نشوفها الآن أو القصة اللي راح نتابعها معنا مها الصفراوي. مها في عندها مشكلة قديمة مع زوجها، لهم 18 سنة مطلقين. بدنا نشوف شو راح بيصير. مها طلبت انه ندعو لها جوزها. اولا نستقبل مها. اهلا بمها. كيفك؟ اهلا. تفضلي تفضلي مها، تفضلي. مها من سوريا. نعم. من الشام. من دمشق. من دمشق. أيوة. عائلة الصفراوي. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. مها، انت محجبة هلا؟ منقب. ما كنت محجبة بالشام؟ لا كنت سبور. مها كانت ست جميلة وهيك مهتمة بجمالها. تزوجت رجل اسمه محمد خضر، رجل أعمال. كانت حياتهم كتير حلوة وسعيدة، وخلفوا بنت ليلى. ليلى. ولكن شاءت الأقدار أنه زوجها محمد تتعثر أموره ويخسر بأعماله، وتقريبا يوشك على الإفلاس. الست مها يمكن متطلبة كانت في ذلك الوقت بجمالها، باهتماماتها الشخصية، بغيره. يعني رفضت هذا الواقع. تخانقت مع زوجها وتركته. تركت له البنت، وراحت تزوجت مع واحد آخر كان ثري وقتها. صح. شيء. بعدين لها 18 سنة هالمسألة. صح. زوجها محمد بعد ما اتطلقوا أخذ بنته وراح على فرنسا، واشتغل بفرنسا، ورجع بنى نفسه من جديد، ورجع صار عنده رجل أعمال، ورجع أعماله ماشي. هلأ مها طلقت من زوجها الثاني، رجعوا على مصر. اجى بالأول محمد وبنته، رجعت لحقتهم مها عم بتحاول انه بركي بترجع بترمم الماضي، بركي بترجع لزوجها القديم الأول، بترجع لبنتها ليلى. بنتك ليلى مزوجة؟ متزوجت بالشام. تزوجت. وين موجودة هلا؟ لا دلوقتي مع ابوها بمصر هنا. مع ابوها بمصر، نعم. بعدها مزوجة يعني بنتك ليلى؟ قديش إلها مزوجة؟ والله انا ما بعرف، لانه لهلا ما شفتها، ما بعرفها. ما بتعرفي؟ لا ما بتعرفي. يا ستي انت مشكلتك مشكله، يعني بعد 18 سنه وبعد زواج مع رجل اخر وهلا جاي. لانه هو بعد ما تم الانفصال تقريبا بشهرين دغري اخذها وطلع فرنسا. فهمت. بس انه هذا صار كله راح العمر ومرق 17، قديش مرق؟ 18 سنه. هو 15 سنه ما نزل بالمره، لدلوقتي ايه؟ عرفت انه نزل. ايه. انت عندك اولاد شيء من زوجك الثاني؟ جبت طفل بس. ايه موجود؟ ايه معي. قديش عمره؟ تقريبا شي 13 سنه. معك ولا مع ابوه؟ لا معي. وابوه وين الثاني؟ والله بعد ما انفصلنا ما عاد يعني عرفت، بس تقريبا بمصر. وبيهتم بابنه؟ كل فتره وفتره يعني بيشوفه كذا وبس. بيشوفه. طيب انت بتلاقيها منطقيه هيك انك تحاولي ترجعي لزوجك الاول محمد؟ يعني معقول يتقبل هالشيء؟ انا اللي بيهمني اكثر شيء انه يسامحني بس مش انه والله بدك ترجعي او شيء. لا بس انه طيب. ارتاح من عذاب الضمير وبس يسمح لي يشوف بنتي يعني. هو مش عم تشوفي بنتي؟ لا ما بعرفها. قديش الك ما شفتيها؟ تقريبا كان عمرها شهرين. من شهرين؟ يعني اذا التقيتي فيها بالطريق ما بتعرفيها؟ لا. مش قليله. طيب بها 18 سنه ما حاولتي زوجك الثاني، ما حاولتوا انه تشوفي بنتك؟ كان بفرنسا. وانت ما صار لك تروحي على فرنسا مثلا تشوفيها؟ انا بالاحداث طلعت على مصر. بالاحداث. والله يا مها رح حاول انا. وجهنا له الدعوه لمحمد خضر. خلينا نشوف محمد اذا وافق انه يجي ولا لا. احنا النهارده رايحين اكتوبر عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذ محمد خضر.
مساء الخير. مساء الخير. حضرتك استاذ محمد خضر، ايوه عندك 48 سنه وبتشتغل مهندس ديكور، مظبوط؟ بالضبط. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج قرداحي. اهلا جاي وسهلا. اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. ده برنامج المسامح كريم. ايوه مظبوط، مسامح كريم. انا عارفه. في حد معين بعت لي الدعوه؟ هو انا بصراحه مهمتي ان انا اوصل لحضرتك الدعوه، يعني ما عنديش معلومات اقولها لك اكتر من كده. خلاص ماشي، ما فيش مشاكل، ان شاء الله قبلت الدعوه قبلتها؟ باذن الله. ان شاء الله. استاذ جورج، استاذ محمد قبل الدعوه وجاي ان شاء الله. باي باي. مها من سوريا بعد 18 سنة طلاق راجعة إلى برنامج المسامح كريم حتى تحاول تسترجع العلاقة بينها وبين زوجها الأول، لأنه مها بعد ما اتطلقت من زوجها الأول محمد خضر تزوجت واحد تاني، ولكن رجع طلقها في 18 سنة. بقى سمعنا كل الرواية قبل الفاصل. محمد أصبح في الخارج ناطر إشارة منا، خليه يتفضل محمد. اهلا محمد، كيفك حبيبي؟ الشرف الي، الله يخليك. تفضل محمد. شكرا. فورا عرفت انه المسامح كريم. طبعا عارفه البرنامج طبعا انت. طبعا عارفه. الله يخليك. دش لك بمصر خي محمد؟ حوالي سنه. بس جيت من فرنسا مباشرة ولا رحت على سوريا بالاول؟ لا، جيت مباشره لهون. مباشرة. كنت عايش بفرنسا؟ انا عايش بفرنسا وعشت بانجلترا وعشت بالسويد. باوروبا يعني. ايه، وكيف امورك حبيبي؟ طمني. الحمد لله، هلا احسن. شو بتشتغل حضرتك؟ مهندس ديكور. مهندس ديكور. واشتغلت بالخارج؟ طبعا اشتغلت. بتعرف بالبدايه في صعوبات. نعم. بعدين نعم. حسب ما تاقلم الواحد بالجو. نعم. مشي الحال بعدين. ما عم بتروح على الشام؟ لا ابدا، من لك فتره زمان. طويله. لك فترة طويلة يمكن. يعني شيء 17 سنه. 17 سنة. نعم. ايه، يا اهلا وسهلا فيك. كيف وضعك العائلي؟ عندك اولاد؟ عندي بنت. عندك بنت؟ شو عمرها ما شاء الله؟ هلا عمرها صار 19 سنه. 19. اها، يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بتعرف انت المسامح كريم بيكون في شخص طلب مني انه ادعو شخص اخر. طبعا. بتكون انت يعني بيكون بده يشوف شخص بيعز عليه، بقى بيتوسط معنا، نحن بنكون الواسطة، وان شاء الله تكون واسطة خير. ان شاء الله. ان شاء الله. بدك تعرف مين دعاك؟ لحد الان ما بعرف. بس بدك تعرف؟ طبعا. حابب تعرف؟ لازم اعرف. لازم تعرف. تفضل طلع بهالشاشة. عرفتها. ست منقبة، بتعرفها؟ عرفتها طبعا. مين هي؟ هي طليقتي، اجتني هون وقت جيت مصر. اجت على مصر بعد ما انت جيت. زوجتك؟ هي كانت قبلي، كانت بعدي ما بعرف. بس المهم اجت مشان موضوع بنتها. ويعني محاولة تعمل صلح وكذا. ايوه صحيح. يعني ضاقت بها السبل. قال بركي برنامج المسامح كريم بيقدر يكون هيك بادرة خير، بركي انا فيني مون عليك مثلا. والله على عيني وراسي انت والجميع كل الحاضرين، بس بفضل تسمع جزء من قصتي وبعدين بتقرر بقدر سامح انا ولا لا. تفضل. انا سمعت روايتها وعرفتها، بس بحب اسمع الروايه منك. ماشي. يعني احكي لك اياها بموجز، هي طويله. ايه نعم، لا بموجز حبيبي. نعم. من بدايه ما تزوجت انا، زواج تقليدي، خطبه وكذا عادي. اكيد. فتم الزواج. تعرف زواج تقليدي بيبقى ما في خلطه وعشره وفتره خطبه طويله وكذا، ما في يعني بتعرفها من الداخل او كذا او كيف تفكر. فتره حوالي 6 شهور كذا كانت يعني عاديه. بعد ال6 شهور بلشت بقى تبين امور ماديه، طمع وكذا. طمع مادي. ايه. متطلبه المدام. اعطيها كل شيء من غير سؤال، حتى تنزل صديقي عنده صاغه تشتري الذهب إلى ولا امها كمان، ما عندي مشكله.
كان عندي الله الحمد لله ساترة معي نعم. وموجود بشتري معها ما إلا أي شيء. صارت بعد فترة تطلب مبالغ كبيرة كذا صارت تاخذ من البيت يعني من غير ما تقول لي، كمان ما في مشكلة بين الرجل والمرأة، شغلة المادة عادي. صارت تطلع من البيت مرة عمتها مرة خالتها كذا هي وما أعرف وين أنا هي بطول ملتقية بجمالها كانت؟ كثير. اه وكانت غير هيك كمان، هلا هي شوي العمر أي، طبعا سماني طبعاً. شوي وكذا. اوكي. أي. فكل شغلات الامور الماديه كنت بطلع عليها انا، بس هي بداخليتها من اساس الزواج كانت حاططها زواج لمصلحه ماديه بس مو اكثر. انا هي الناحيه كنت ماني مكتشفه فيها يعني. نعم. فصارت تروح مثلا تغيب عند عمتها وعند خالتها وكذا، وانا بشغلي ارجع ما الاقيها بالبيت، احيانا تنام عند قرايبينا من غير ما تستشيرني. نعم. يعني شغلات صغيره تراكمت ودت لمشاكل، قمت انا انفصلت عنها. الفتره اللي انفصلت عنها كان في بنت حامل. نعم. فولدت البنت، اعطتني اياها كان عمرها 7 ساعات مو 7 ايام. 7 ساعات يعني فور شيء انه ولدت البنت اعطتك اياها. ليه؟ برايك ليه؟ هي كانت مخيلتها يعني انه تضغط علي او شيء، ممكن مشان رجعها، ممكن هيك قالوا لي الناس، انا والعائله اجتمعوا عائلتها وعائلتي عملوا صلح رجعوا مع كل شيء صار. رجعت راجعتها. بالفتره اللي رجعتها اياها كمان صار حمل، بعد 6 شهور 7 شهور صار حمل ببنت ثانيه. رجعت لقصتها الاولانيه واكثر. حتى بالاخير انا كنت هيك عندي شويه مصاري بشتغل لسفارات وكذا وهي بالخليج. فعندي $800,000 بالبيت حاططهم بالخزنه. قديش؟ وفتح الخزنه مع $800,000. $800,000 دولار وي حاططهم عندي بالبيت. فاخذتهم ومشيت وما عرفت وين انا. قمت انا وكلت محامي وطلقتها غيابي. عرفت كيف؟ فالفترة هي اللي صار فيها الطلاق وكذا، صارت بدها تعطيني الاولاد تخلص منهم لانه وقت رحت اخذتهم معه. ما قدرت اتركهم بالبيت لوحدهم. فشو عملت؟ صارت تصور لي الاولاد، تبعت لي صورهم وعيهم مخزقه وكذا وعم تشحد عليهم. صورتهم وبعثت لي الصور. وبعد منها على اثرها انا كرهت البلد ونساء البلد كلها تبع سوريا. حملت حالي وطلعت سافرت على السويد. عشت هنيك فتره وعملت شغل وعملت مطعم لبنيسيري، وبعدين نزلت على فرنسا، غيرت البلد ونزلت على فرنسا وعشت فيها. بالفتره اللي عشت فيها بتعرف واحد معه طفله صغيره. بس اخذت الطفله معك. ايه الطفله بس البنت الثانيه وينها؟ ما هي القصه اللي الكل ممكن ما يسامحوها، مو بس انا عليها. طفله صغيره بالفتره اللي اخذتها حطيتها عندي انا. حتى اهلي اللي هن اهلي حاولوا يضغطوا علي مشان رجعها على اساس انه صلح وكذا. فحطيتها عند مربيه انا. المربيه صارت تعمل معامله مو منيحه، اجى لاقيهم وسخين الاولاد وعم ياكلوا من الارض وكذا. غيرتها، طلعت ثانيه على اسوء. حطيتها عند وحده ثالثه كمان غيرتها. اخر فتره هلا عم تحكي انت عن ليلى؟ عن ليلى وبنت اسمها ياسمين ثانيه. ياسمين، وين ياسمين هلا؟ ما جايك بالحديث عنها هي القصه كيف صارت. ايه. فبعدين شفت اختي انا عرفت بالموضوع وكذا، تاثرت وبكيت، قالت لي جيبهم بدي احطها مع اولادي. حطيتها فتره مع اولادها للبنتين، للكبيره والصغيره. بعدين الناس هيك كلموا اهلي وكذا، والدتي جابتهم حطتهم عندها. فبالفتره اللي جابتهم حطتهم كانت فتره صغيره حوالي 2 3. بالشهرين هدول البنت الصغيره نايمه ما فيها شيء، صار عندها نقص بالترويه بالدماغ. نعم. فصار عندها مثل كوما، القلب شغال والجسم كله ميت. كوما حرام. بالضبط. اخذتها على المشفى انا وحطيتها بالمشفى بالعنايه المشدده. بقيت فتره حوالي 6 ساعات وتوفت البنت. كان عمرها 1.5 سنة. 1.5 سنة. فهون وقت اللي توفت بتعرف بيقولوا انه لازم امها تيجي تشوفها وكذا واخر نظره فراح اخي الكبير بده يشوفها، يعني لا تعي شوفي بنتك وكذا. تخيل ما حابه تيجي تشوف بنتها حتى. بالاخير خجل من الناس، اجت بدها تشوف بنتها. كانت تزوجت ولا بعد؟ ما بعرف لانه انا بعد هي الفتره ما قطعت علاقتي فيها نهائيا، لا تليفون ولا اي شيء. فاجت فاتت على البيت، تعرف في عزا ولسه البنت عم بيرسلوها يعني. فاتت نظرة على بنتها ما باستها ولا طلع، عملت هيك بس، طلعت هيك كانت البنت الثانية قدامها. قالت ان شاء الله بتموت البنت الثانية وبتلحقها، هي بشر هي.
يعني كيف بدك تتخيل انا اقدر سامح هيك انساني؟ نعم لا هي ناحيه، هي ناحيه. الناحيه الثانيه انا العذاب اللي تعذبته بتربايه بنتي بالغربه لوحدي ما حدا تعذبه، انا اللي عشته. بتعرف الرجل الشرقي بيبقى خصوصي لما بدول اخذتها اوروبيه على معك أخذتها على السويد قديش كان عمرها؟ كانت حوالي شي سنتين عمرها. سنتين بعد سنتين طفله عمرها، يعني. أي. اقل حتى سنه و8 شهور كان عمرها. نعم. فتعذبت كثير. وبتعرف نحن الشرقيين لا بنعرف نطبخ ولا نغسل ولا كذا. إيه. اضطريت كمان حتى عند مربيات وكذا وهي لفتره. يعني عملت لها ام واب. بالضبط. بعدين وقفت شغلي كذا مشان بنتي. نعم. قعدت معها فتره وبتعرف الواحد بيصرف على نفسه وكذا ما بيقدر يقعد من غير شغل. صرت احيانا اخذها معي على الشغل وقت تكون ما عندها مدرسه او الحضانه. بتعرف الطفل يوم مريض، يوم بده دواء، بدك تغير له، بدك تغسل له، بدك تكوي له، على الرجل مو شيء سهل. فتعلمت الامور كلها مثل ما بتقول، عملت اتحاد نسائي. تعلمت الطبخ والغسيل والكوي كرمال طفلتي. يا ابو ليلى، وتزوجت شيء انت بهالفتره؟ لا ما تزوجت. كرست هالصدمه هي منعتني من كرست وقتك لبنتك، لتربيه بنتك. طبعا. طيب يا سيدي فهمنا قصتك هلا، لانه ما بدنا نطول اكثر من هيك. طبعا. وصرنا حكينا يعني في جانب ما كنا نعرفه خبرتنا عنه انت. بقى هيدي الست اجت، نحن طبعا مثل كل هالناس اللي بيطلبوا انه يجوا على المسامح كريم ويحاولوا يحلوا مشكلتهم. عندها مشكله انه مش عم بتشوف بنتها. بعثت لك مكتوب، بس بقرا لك اياه بالاول لتشوف شو بدها، بعدين بنخليها تحكي وبعدين انت بتقرر. يعني مش خلص ما القصه عمرها 18 سنه. طبعا. وهي تزوجت، ما بعرف اذا معك خبر، هي تزوجت بغيبتك يعني. سمعت تزوجت واحد وعندها منه ولد، عندها منه صبي عمره 10 سنين هلا، ورجع طلقها. على كل حال بتقول لك ابو ابنتي محمد، اعرف انك لا ترغب في رؤيتي ومعك حق، لكن بحق الحب الذي كان بيننا اسالك ان تمنحني فرصه. كنت مهووسه بنفسي وظلمتك، وان كنت في الحقيقه قد ظلمت نفسي قبل ان اظلمك. تخليت عن زوج تتمناه كل امراه، وتخليت عن ابنتي ومشيت خلف طمعي وجمالي، لكن الدنيا بعدك اعطتني درسا لا ينسى. اعترف ان خطئي كان فادحا، لكن لا يوجد خطأ في الدنيا لا يمكن اصلاحه. وان كنت حرمت نفسي من ليلى فلا تخطئ انت وتحرمها من امها اليوم. انا اعترف بذنبي الكبير امام الناس جميعا. حقيقه قدام الناس عم تعترف بذنبها. وارجوك ان ترحمني من عذاب الضمير، هيك قالت لي، وان تكون اكرم مني وتسامحني، والمسامح كريم. يعني هي ما بدها شيء منك، مش انه بدها ترجع، بس هي بدها اياك تسامحها، ولانه تخليها ترجع تشوف بنتها، لانه البنت صار عمرها 20 سنه، هي شايفتها لما كان عمرها 3 شهور. يعني اذا شافتها ما بتعرفها، ما بتعرفها. خلينا هلا اني سمعتك انا، خليها هي تحكي. يا بس عفوا مها اذا بتريد قبل هيك، هذا مو بس رايي، انا بنتي صارت كبيره وواعيه. نعم. وصارت حتى تجوزت وعندها ولد كمان. نعم عرفتي. فهي نفسها رافضه هي الفكره، مو بس انا. يا سيدي هي بتبدا معك، هي طلبتك انت الاب انه اذا حبيت تسامحها، بعدين بتشوف يعني ممكن تحكي انت مع البنت بعدين. بس مها خليها تحكي. تفضل يا ست مها، علي صوتك بس شوي. كيفك يا محمد؟ من الله بخير. بخير، علي صوتك. أنا بعتذر قدام العالم كلها، وأنا غلطت بحقك وغلطت بحقي، بس أنت بتعرف إنه كانت شخصيتي قدام والدتي كتير ضعيفة، وهي اللي كانت مسيطرة علي أكثر ما أنا سيطر على نفسي. وأنا ما بدي شيء منك، لا إنه أرجع ولا شيء، أنا اللي بيهمني بس شوف البنت وتسامحني، بس مشان ارتاح من عذاب الضمير بس. هلا انا بقول لك شو الوضع. الست لقت حالها وحده، وشافت حالها انه في عندها بنت صبيه ما بتعرفها، وانت ماسك هالبنت عنها ما عم تخليها تشوفها. هل انه قلبك كبير بيسمح انه تخليها اول شيء تسامحها، ثاني شيء تريحها من عذاب الضمير، وثالث شيء ترجع تشوف بنتها؟ ما رح نقول لك ترجعوا لبعض، لانه مرق العمر، يعني ما بعرف انت شو هذا شيء مستحيل. هذا مستحيل. اوكي. والشغله الثانيه، هذا القرار انسان
اللي عاش اللي انا عشته يعني شبه مستحيل انه يسامح بهيك شغله. انا كل يوم قضيته بالغربه، تربيت بنتي بعمرها كله لها، نعم بعمرها كله. نعم. انا رجل، بنتي وقت تمرض انا ببكي عليها، للان بنتي اذا بتمرض ببكي عليها رجل. كيف مرض؟ تولد بنت بتكبها هيك. فانا سامحها ما بقدر. بنتي على فكره مجرد جيب لها سيرتها بيجيها جريزه، يعني بتجي بتصرخ بالارض. بنتي تكرهها كره لا يوصف. انا ما كرهتها فيها والله، شاهد علي. بس هي عرفت لوحدة بس كبرت عرفت انه شلون انا وجاني ولد ما بقدر اقعد يوم بلا ابني. كيف امي كبتني فريد، قالت لي فريد انت سيء بابا. كيف هي بتربيك، ترميني انا طفله هيك، وبتكون سبب هي بموت اختي وما بتجي بتشوفها بتقول هالكلام عني. وهذا الكلام انا ما قلت لها اياه على فكره. نزلت زياره على سوريا، عماتها وكذا حكوا لها الحقيقه، خبروها. انا ما حكيت لها شيء عن امها ابدا، لا منيحه ولا شو القصه وكيف تطلعنا ولا جبت لها سيره شيء. فانا بالنسبه لي اعذرني ما بقدر اسامح. ما زلنا بهالاستوديو محمد هون، فينا نتصل بليلى؟ فينا ناخذها مباشره تسمع شوي من جزء من الحوار؟ انا اعطيها حريتها كامله لبنتي. فينا نحكيها مباشره؟ ما عندي اي مشكله، انا بعرف شو مشاعرها وهي حره بهيك شغله. الو. السلام عليكم. السلام عليكم ليلى. علينا استاذ جورج. ايه جورج ارداحي معي، كيفك؟ الحمد لله ماشي. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. كيف هالزغطور؟ كيف جوزك؟ كيف عائلتك؟ كله الحمد لله والله كله تمام. الوالد منيح؟ الحمد لله تمام. ايه، جيران انت وياه؟ نعم. جيران انت وياه؟ ايه جيران. ايه ليلى، انا باستوديو اسمه المسامح، ببرنامج اسمه المسامح كريم، ونحن باستوديو حاليا. احذري مين في معنا. ايوه. معنا الوالد من جهه ومعنا الوالده من جهه ثانيه، الست مها. ايوه. بقى عم نحكي الوالده اجت لحتى تطلب السماح من الوالد بعد كل هالسنوات، بعد 18 سنه بقى، وبتقول هي حرام انه مشتاقه بدها تشوف بنتها. الوالد ابوكي محمد قال انا مش بايدي، هذا القرار بيرجع لليلى. بقى يا ليلى، ايوه. المسألة بين ايديك، هل عندك استعداد تشوفيها لامك؟ والله يا استاذ جورج، انا امي بالنسبه لي ماتت يعني، ومالي لا اشوفها ولا شو غيرها. ما مانك حابه تشوفيها يعني؟ لا انا ما بدي اشوفها يا استاذ جورج، لانه ابي تعذب كثير بحياته مشاني، وهيك ضحى بحياته، وانا كان لازم يعني المفروض هي ما تتخلى عني. يعني حتى لو الرجال مثلا ما له منيح معه، الاولاد المفروض ما تتركون الام. لا ليلى اسمعيني ليلى، مش مطلوب حبيبتي تتخلي عن الوالد، بالعكس يعني مطلوب انك تشفي غليل والدتك اللي ما بتعرفك، اللي مش شايفه صورتك بعد، اللي من كان عمرك 3 سنوات 3 اشهر ما عادت شافتك. يعني اذا التقيتوا بالطريق ما بتعرفي. مو هي حرمتني شوفتها صحيح. ابي يتعذب بسببها. صحيح. ابي يتعذب بسببها. انا ما حشوفها، لانه ابي يتعذب بحياته وضحى بحياته مشاني ورباني ولوحده. يعني الرجال صعب يعني بنت كمان. بس صعب. هو تارك لك ليكي، هو موجود هون، هو تارك لك كل الحريه انه خلي ليلى هي تقرر. انا ما عندي مانع، هو ما عنده مانع انه اذا حبيتي تشوفي امك ما عنده مانع. انا ما عندي مانع اني ما اشوفها، لانه ما بدي اشوفها انا. انت ما بدك تشوفيها. انا لانه ليك عمو ليك استاذ، لانه الوحده منا بنت محتاجه امها اكثر من ابوها. اكيد. اما ابي كان بالنسبه لي وابي، يعني ما تخلى عني، اعطاني الحنانين، حنان الاب وحنان الام. اما هي تخلت عني وتخلت عن يعني الواحد هلا يفتح الجروحات ولا ما بدنا. نعم. خلص انا ماتت بالنسبه لي يا استاذ. نعم. على كل حال يعني نحن حاولنا، لانه هيك حسينا انه بركي، لانه الوالد تركها الك المساله،
قلنا نحن بركي انت بترجعي بتليني وهيدا حقك، نحن ما فينا نضغط عليكي، انا ما فيني اضغط عليكي. صحيح انك انحرمتي من الوالده 18 سنه او 20 سنه، بس هل بدك تضلك محرومه منها طول العمر؟ لانه بعدها صبيه، بعدها ما ختيرت، بعدها عندها سنوات كثير قدامها، ممكن ترجع تعوض يمكن عن الماضي. حتى لو خترت، حتى لو صارت بنت ابن ما بدي اشوفها، ما حاعطيها فرصه بس ان تشوف شو شكلي، لانه انا تأثر بحياته، وانا كمان انجرحت بحياتي كثير واتضايق وكل شيء وقت هذا. خلص انا امي ماتت بالنسبه لي، وذاتا انا بخيالي وقت ما كنت صغيره امي ماتت. اجي هلا امي عايشه، يعني تفاجات وقت قلت لي امك موجوده وامك هذا، تفاجات انه يعني هيدي ما تواخذيني، ما يعني فكرنا بتكون مفاجاه يمكن ساره، بس ما كانت ساره. شو بدنا نعمل؟ حاولت انا من جهتي، حاولت. ما تواخذيني، ما تواخذيني ليلى. بقول لك انا بتمنى لك كل التوفيق بحياتك. ديري بالك انت وجوزك، ديري بالك على جوزك وعلى ابنك وعلى ابوك. ان شاء الله اذا كان رجع قلبك حن، يعني امك موجوده في مصر، موجوده هون، فيك تلاقيها، فيك تحصليها وتشوفيها اذا حبيتي، فيك تخلي ابنك يشوفها او هي تشوف ابنك. ولا ابني، لا انا ولا ابني ولا حتى جوزي بدي اياه يشوفها. خلص ليلى، الله يوفقك، انا بتشكرك. اعذرينا انه اقتحمنا خصوصيتك ودخلنا واتصلنا فيكي. الى اللقاء على كل حال، وشكرا. شكرا لك ليلى. شكرا لك. شكرا لك استاذ. شكرا. يا ست مها، سمعتي الكلام؟ يعني طيب هي كانت شهرين طلعت على فرنسا، شلون احمد الله اللي سمعتي صوتها، احمدي الله. والله ليكي سمعتي كل الكلام، بس ما انتهى شيء. يعني مثل ما قلت لها انا، فيكم برا خارج الاستوديو ممكن يصير في تواصل، ممكن تقدري توصلي لحل معهم، تقدري تشوفي بنتك. انا عملت اللي علي، ما فيني اضغط اكثر من هيك، ما فيني اضغط اكثر من هيك. بدي اشكرك على دعوتك لنا، وسوري، بتاسف لك، لذلك ترجعي مثل ما كنتي. الله معك. شكرا جزيلا. الله معك. محمد، يعني كان بودنا انه يصير في هيك تسامح، ويصير في ما بدي اقول انه محبه، ولكن كبر قلب هيك، سعة قلب، سعة صدر. بتشكرك. انا بشكرك اكثر. واقتحمنا خصوصياتكم، بس شو بدنا نعمل؟ سلم لي على ليلى وعلى ابن ليلى وعلى صهرك. الله يسلمك. وشكرا. انا بشكرك. شكرا لك. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. تفضل. يعني قصة متعبة. أكيد الست حاملة أخطاء كثيرة على ظهرها، وإجت ما قدرنا نحل لها إياها، لأنه وكمان هو حامل بقلبه كثير من الألم مثل ما قال، وكثير من الحقد. أكيد في حقد، لأنه تعذب وتألم، تعذب عن حاله وتعذب عن بنته. سمعنا البنت كمان شو قالت. على كل حال بفتكر أنه من الطبيعي أنه هالقصة تنتهي كما انتهت الآن. ما في ستار، ما في صلح، كل واحد بطريقه. ونحن نلتقيكم بحلقات مقبلة من المسامح كريم. قال الإمام أبو الحسن علي بن بابويه: إن الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الإفساد. إذن فالكذب مسموح فقط في حالة واحدة، وهي الإصلاح بين الناس، وهذا ما أقوم به. أحيانا أكذب على الجانبين. وهناك حديث صحيح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الكذاب من يصلح بين الناس. الحلقة أو القصة اللي أمامنا الآن هي قصة من سوريا بين خالة وابن أختها. راح منشوف وراح منحاول نحلها. نستقبل بالأول نسيبة آغا. ازيك؟ أهلا. كيفك يا حجة؟ الحمد لله بخير. تفضلي ارتاحي هون.
اهلا وسهلا فيك يا ست نسيبه، طمنيني كيف الامور معك؟ الحمد لله الحياه وكل شيء. الحمد لله. بشكرك على ثقتك انك جيتي على هالبرنامج. احلى فرصه اني جيت على هالبرنامج. طول شفتك يا استاذ جورج، طول عمرك، وشفت هالشعب المصري الكريم، وان شاء الله تكون الفرصه افضل لما بتنحل المشكله اللي جيتي انت من اجلها، لانه ست نسيبه في عندها مشكله مع ابن اختها علي الاسدي. المشكله بدات لما وصلوا على مصر، لانه هن اجوا من سوريا بعد ما بدات الاحداث المشؤومه في سوريا، اجوا على مصر، اجوا سوا. كانوا هونيك بسوريا العلاقة ممتازة وجيدة وعظيمة وقراب من بعض، هي خالته وهو ابن اختها. بقى لما اجوا على مصر قعدوا بشقة وحدة، دفعت هي، بدأت تدفع بأقساط الشقة، إنما الرجل يمكن ما لقى شغل، يمكن ما كان معه فلوس، بس عنده ولدين صبيين، ما عاد يدفع، ما دفع معها بالشقة. زعلت وصار في مشادة بينه وبينه، وقامت قالت له تفضل اطلع من الشقة. يعني بقدر اقول انها طردته من الشقة، راح. وإلى المسألة أكثر من 2.5 سنين ما عندها خبر عنه، ما بتعرف وين صار علي وأولاده، بس هي خالته أخت أمه مشتاقت له وجاي بدها ترجع ترجعه وتقول له رجع للشقة يا خيي، تعال معي، مش هيك؟ طبعا. طب كيف أنت بتطلعي معه ولدين صغار طفالة؟ قلت لك أنا الظروف شوي صعبة علي وعليه، أنا كمان ما في عندي حدا. طيب إذا طلع هو يعني شو؟ بخف المصروف عليكي؟ لا، مشان كان يدور على شغل، هو كان قاعد وبيستنى الشغل مشان يطلع ويدور على شغل. شايفي الظروف أنت، وجاي غريب من سوريا وجاي على مصر، وشو بده يشتغل بمصر؟ ما أهل مصر ما عم يلاقوا شغل. غلطة وصارت. خبريني، ما عندك أخبار عنه أبدا؟ لا. حاولت تتواصلي معه؟ لا ما حاولت أبدا. لا ما حاولت. ما سألتي عنه؟ ما عرفتي شو أموره وين صار؟ لا ما حاولت. وهو ما حاول يتصل فيكي مرة ثانية؟ ممكن أنا تغير، انسرق موبايله مرة وأنا مرة انسرقت، ممكن يكون حاول، ممكن ما، يعني عشان ما أظلمه. يا عمي شو بدي أقول لك، أهلا وسهلا فيكي، وأنا متعاطف يعني معكم جميعا ومع هالقصة بالذات، لأنه بدنا نشوف هلا نية علي شو راح يكون موقفه، يمكن يكون زعلان كثير منك. راح حاول، بدك تقولي له شو بدك تقولي له أنت؟ بدي له سامحني. طيب يرجع يقعد معي. يرجع يقعد معك، بعدك قاعدة لوحدك؟ نقعد سوا. وانت عندك ولد شاب؟ خالد. قديش عمره؟ 14 سنة. وبيروح على المدرسة. وقادرة تأمني المعيشة؟ عم تعملي شيء انت، عم تشتغلي ولا كيف؟ والله الحمد لله عم ندبر امورنا. عم بتدبري امورك؟ ايه يا ستي، انا قمت بواجبي، نقلت دعوتك الى الاخ علي، بعثناها بالبريد. شكرا. خلينا نشوف كيف تسلمها، شو كان ردة فعله، واذا كان وافق يجي على الاستوديو. تفضل. اهلا استاذ جورج، النهارده مشوارنا الاستاذ علي الاسدي عشان نسلمه دعوة الحضور. صباح الخير. استاذ علي. حضرتك متزوج صح؟ متزوج. عندك طفلين؟ احمد ومحمد. ربنا يخليهم لك. حضرتك عندك 38 سنه؟ طيب دي دعوة حضور لبرنامج جورج قرداحي، اتمنى ان حضرتك تيجي. ان شاء الله. قبلت الدعوة؟ قبلنا الدعوة. استاذ جورج، استاذ علي قبل الدعوة وجاي ان شاء الله. ان شاء الله.
علي صار معنا، صار بالخارج ناطر، قصته مع خالته نسيبة، اجوا سوا من سوريا وسكنوا بشقة وحدة. وقع الخلاف لما علي ما عاد يدفع أجار بالشقة ومصروف بالشقة مع خالته طلبت منه انه يغادر الشقة. عنده طفلين، غادر الشقة وصار له أكثر من 2 سنين ما بيتواصل مع خالته ولا عنده أخبار عنه. رجعت نسيبة لحتى تعتذر منه وتسامحه وتطلب منه يسامحها وتقول له رجع على الشقة أنت وأولادك وأنا خالتك مثل أمك وإلى آخره. هلأ بنشوف، بدنا نشوف شو موقف علي. ننادي علي. أهلا بعلي. أهلا حبيبي، كيفك علي؟ كيف صحتك؟ تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كيف الأشغال معك؟ كيف الحياة؟ الحمد لله. كيف المناخ بمصر؟ طيب لك المناخ؟ تمام الحمد لله. ماشي الحال؟ الحمد لله. شو عم تشتغل بالأيام؟ والله عامل في كافيه. عم تشتغل بكافيه؟ وين؟ بالقاهرة. بالقاهرة بأي شارع، بأي حي، بأي؟ بالدقي تقريبا. بالدقي. إيه، أهلا وسهلا فيك. وماشي الأمور؟ الحمد لله. عندك ولدين أحمد ومحمد؟ الله يخليهم. شو أعمارهم صاروا؟ 2 و10 سنين. 10 سنين أحمد؟ لا محمد 10 سنين. الكبير محمد. الكبير محمد. الصغير 2 ومعك زوجتك؟ ومعي زوجتي. معك زوجتك هون. ويعني عرفت أنا القصص اللي صارت عندكم باليرموك وبالشام. الله يعين. على كل حال غيم إن شاء الله وبتمرق على الجميع إن شاء الله يا رب. أخي علي، الحقيقة هذا البرنامج أنت يمكن متوقع يكون برنامج مسابقات أو برنامج في من سيربح المليون في أو في مساعدات أو في شيء. أولا معلوماتك منيحة أنت؟ يعني لو شاركت ببرنامج مسابقات عندك معلومات كويسة؟ ماشي الحال. ما بتتبهدل يعني؟ لا إن شاء الله ما بتتبهدل. إن شاء الله. لا هذا مش برنامج مسابقات، هذا برنامج إنساني. عادة مش أنا اللي بدعي الشخص، في شخص بيطلب مني إنه أن أدعو الشخص الثاني لحتى يجي، تبقى مفاجأة للشخص الآخر. بنحاول نحن بنشوف شو في بيناتهم وكذا. تحب تعرف مين دعاك؟ مين؟ بتحب تعرف؟ بحب. إذا ما بتحب تعرف فيك تقول ما بدي أعرف لا بنعرف. تعرف؟ بدك تطلع بالشاشة هوني. توقعت؟ تتأملها منيح. ليش عم تتأملها هالقد؟ ما توقعت يعني. ايه أنا في اختلفتوا. خلاف. هيدا البرنامج اسمه المسامح كريم، والست نسيبة خالتك خبرتني القصة كلها، وخبرتني طبعا من منطلق انه هي نادمة وهي آسفة وجاية الى هالبرنامج حتى تقول يلي في بقلبها. بس قبل ما تقول بعتت لك رسالة معي بدي اقرا لك اياها. جلسونا جنب. بتقول لك بتبلشوا تبكوا. ابن اختي الحبيب علي، كيف حالك يا حبيب خالتك؟ أنا أعرف أنك غاضب مني وأنك لا تريد حتى النظر إلي، لكن يا علي مهما فعلت ومهما فرقت بيننا الأيام والمواقف فأنت ابن أختي وأنا مثل أمك. يا علي أنا لست صغيرة في السن لكي آتي وأعتذر في هذا البرنامج أمام الناس، لكن في نفس الوقت أشعر أنني أخطأت في حقك وأنني ما كان يجب أن أفعل معك ما فعلت، ولا أن أتركك لتذهب خارج بيت العائلة. وعموما يا علي أنا جئت اليوم إلى برنامج المسامح كريم كي أدعوك لنسيان ما فات وكي تتذكر فقط أننا عائلة وأننا في غربة، ويجب أن تعرف أن كلا منا ليس له سوى الآخر، ولذلك أدعوك
للعودة إلى بيت العائلة وسامحني والمسامح كريم. قول انت هون هلا نحن وياك صرنا. فضفض يلي بقلبك. هي شاعرة بخطأها. أنا سألتها قلت لها كيف خليتيه يترك البيت معه طفلين؟ قال غلطت. أنا ما كان معي فلوس أدفع يعني، فهي طردتني من البيت. إيه؟ بعد ما أنا كنت بسوريا يعني أدفع عليهم، كان عندي محل جوالات، أعطيهم جوالات من عندي وأعطيهم أعبي لهم رصيد. نعم. جينا لهون ما كنت أشتغل، فما كان معي فلوس فطردتني هي من البيت. طيب. وأنا على خلاف معها. أنت يعني ما عاد سألت عنها؟ هي طردتني. كيف بدي أسأل عنها؟ بس إنه ما قلت مثلا ست كبيرة وحدها عندها ابنها قاصر عمره 14 سنة ممكن يصيبها شيء، ممكن تكون بحاجة إلى شيء، ما فكرت هيك أنت؟ لا ما فكرت. هي طردتني هي كمان ما سألت، ما عاد سألت. طردتك. يعني أنا لمتها بس كان عندها جواب. ليش طردتي؟ قولي له. ظروف مادية ومعنوية ونفسية كله. نفسية. كله. أهم شيء نفسية. إيه. احكي له. هلا قرينا له الرسالة نحن، بس أنت إذا في أشياء تانية تضيفيها ضيفيها. لا أنا بطلب منه بس يسامحني ونرجع عائلة واحدة. نرجع عائلة. إيه. بس هذا اللي بدي إياه. بس بركي رجعتي طردتيه مرة ثانية. لا مش حطرده ثاني مرة. بدك إياه يدفع أجار البيت يعني ولا كيف؟ نتساعد سوا. نتساعد. أنت وين ساكن هلا؟ أنا في أكتوبر. بس عندك أخذ شقة؟ أنا اشتغلت، لما اشتغلت أخذت شقة. استأجرت؟ بس ما كان معي. إيه بس هلا مستأجر. المفروض كان يتحملني شوي بما هلا مشيت أموري يعني. مشيت أموري. طب ما هلا أنت تعي قعدي معنا، شو رأيك؟ طيب هلا اجت اعتذرت منك وطلبت منك تسامحها وقالت لك اذا بدك ترجع على البيت، هي حاضر يعني نرجع الى بيت العائله. اما هو لا صار معي ادفع يعني، هي يعني اسلوب من الاساس غلط. اي نعم صار ما في شك. صار معي أدفع. ما هي معترفه بخطأها. يعني لما ما كان معي ما استقبلتيني، هلا لما صار معي ادفع رجعتي تحكي معي. بس مش هذا السبب، بعتقد السبب عاطفي اكثر، ما هيك ست نسيبه؟ طبعا ظروفنا المعنويه تعبانه كان. ايه بس انه هلا السبب مش لانه صار يقدر يدفع. لا مش انت عم بتقولي هلا انه انت السبب عاطفي، انه رجعتي اشتقتي له طبعا بعد سنتين. طبعا ابن اختي واحد. ابنك وابن اختك واحد. طبعا مثل ابنك ابني هو مثل ابنك. شو رايك؟ يعني انا اثرت فيني كثير، طردتني انا واثنين اولاد صغار ومرتي وجاي من سوريا وجاي تعبان من حرب. نعم ما في شك. طبعا وما استقبلتني طبعا. بس هلا اليوم لما بتفكر هذا اصبح من الماضي. بس بضل احس بالنفس، بتحس بالنفس. ما هي ليش اسمه هذا البرنامج المسامح كريم؟ وليش اسمه يعني انه بنرجع العائلات لبعضها. انا كثير تعذبت يعني لما طلعتني من عندها، ما في محل اتقاوى فيه وما في، صرت انام يوم عند فلان يوم عند فلان. اكيد تعذبت، مثل ما بنقول عنا بلبنان وسوريا تشنطلت. ايوه. وهلا لما صار معي ادفع تصالحيني؟ مش عم بتصالحك لانه صار معك، يعني انه هلا صار وضعي غير. طيب فيك ما ترجع لعندها، بس هي طالبه تصالحك وتسامحها وتقول لك خلص نرجع العلاقه كما كانت. مش ضروري ترجع لعندها على البيت، انت قاعد ببيتك وقادر تدفع وخلص. انت بتكفل هالشيء؟ شو دخل؟ تكفلها يعني؟ شو دخل؟ شو هي قاعده عندك بالبيت؟ بركي رجعت عملت معي نفس الشيء. لا انا سمعتي شو عم بقول؟ عم بقول انت مش قعدنا على النص، دفعت انا نص وهي نص. لا انا اللي عم بقوله انت مش مضطر ترجع لعندها على البيت، هي جاي تطلب منك السماح، واذا انت حبيت ترجع على البيت لعندها ترجع لعندها، بس هي مش طالبه، مش شرط تصالحها لحتى ترجع على البيت. لا، عم بتقول لك انه انا سامحني وبعتذر منك، واذا بدك رجع على البيت. لا ما بدك ترجع على البيت. بدك تصالحها شيء؟ لا. ولا بدك تصالحها؟ اخت امك هيدي قاستني كثير يعني. عذبتني قاستني. ايه بس الانسان ما بيتعالى فوق الجراح شوي؟ يعني في بتعرف في مصائب اكثر من هيك وفي مشاكل اكثر من هيك. ما هو نحن من مصيبه لمصيبه طلعنا، مصيبه إيه بس هيدي ليك
يعني قياسا الى المصائب اللي عم نشوفها بسوريا وبدول اخرى بالعالم العربي، شو هيدي هالمصيبه يعني يا ما تختلف مع ابنها، بي بيختلف مع ابنه، مرقت معنا قصص كثيره. بس هو طول الخلاف وما سالت عني، يعني ما هي قال ضيعت تليفونها اولا وحاولت بس ما قدرت توصل لك، ما عرفت وينها. وانت كمان ما سالت عليها. وانا ما لي بغيرها يعني. انت سالت عليها انت؟ انا لا. طيب كيف بدك؟ واحد مقلعك من عنده. طيب مين بيسال عن الثاني؟ مش الشاب بيسال عن الاكبر منه سنا؟ بس انا اخذت، وخاصه انها ست وحده هون في البيت في البلد. منتهي باولادي، ما انا اولاد صغار. على راسي بس انه انا النقطه اللي بدي اقول لك اياها انه بدك تتجاوز الحقد والزعل. قادر تتجاوز هالشيء؟ والله هلا لا. هلا حاليا لا، يعني ما رقت عليها بعد. بدها شي 10 سنين المسألة بعد. مين بيعرف من هلا لسنة وسنتين شو بيصير معك، شو بيصير معها، شو بيصير معنا كلنا. الأعمار بيد الله، مين بيعرف. احكي له شيء إذا بدك، يعني عم تتركيني احكي وحدي. جيتي أنت وقصدتي هالبرنامج لحتى تصالحي وتسامحي وتعتذري له، احكي. أنا عم بطلب منه يسامحني ونرجع عائلة، بس مو لا شان شقة ولا مشان إيجار، بس لأنه هو يعني مثل ابني وأنا مربيته لعلي. وكل إنسان بغلط، ممكن أنا غلطت وطردته، ما بيعرف شو كان جواتي، نفسيتي تعبانة، ظروفي، يعني ما بعرف. طردته، جيت من يوم من الأيام طردته، وأنا هلا طالبة منه يسامحني بس مو أكتر، وهو مثل ابني. سمعتها؟ ما بقى تعني لك شيء خالتك؟ بتعني لي، بس يعني شو معنى بتعني لك؟ انا وياكي بغربة، طالعيني من البيت ومعي اولاد صغار. يا سيدي على راسي، غلطت، ما عم تقول لك الست غلطت فيك، انت ما بتغلط؟ ما انا غلطان مع حدا؟ انت كل بني ادم خطأ، نحن بشر. غلطت وجاي مرة بعمرها جاي لهون وتقول لك غلطت وسامحني. القرار عندك بالنتيجة، انت يا بتسامحها، اذا بتسامحها بنفتح الستار وبتسلم عليها وبتتصافحوا وبترجعوا عائلي، وبترجع تجيب لها الاولاد بكره تزورها تشوف اولادك، لانه عم بتقول انك مثل ابنها. اذا مثل ابنها يعني هي كمان مشتاقه تشوف الصغار، بقى بتحب هالشيء. هيدي فرصه لك بهالبرنامج، فرصه لك اليوم، والا كل واحد منكم بيرجع الى مكانه مثل ما جيتوا، بتضلوا كل واحد بحياته. يمكن ما تعود تشوفها ابدا، وهي ما تعود تشوفك. خلاص شو بتعمل؟ سامحها؟ سامح الا مسامح كريم. كلنا بنخطئ، كلنا بنخطئ. الحمد لله هلا اني امك بترضى على ذلك، لانه اختها والاخوات بيبقوا بحنوا على بعض. يلا موفقين ان شاء الله. شكرا لك ست نسيبة، شكرا لك حبيبي. تفضل. يعني قد ما يكون الإنسان أحيانا حاد وزعلان وغضبان، بيضل في عنده هيك زاوية بقلبه فيها طيبة. كل القصص المسامح كريم هيك. رح نلتقي إن شاء الله بقصة جديدة، ابقوا معنا.